ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. بصوا بقى، داخل علينا شهر كريم، عايزين نشجع بعض على الطاعات وعلى اعمال الخير. فقولوا لي كده اقتراحات ايه اللي ممكن نعمله وناخد بيه ثواب كلنا مع بعض في رمضان. وطبعا معروفة، طالما رمضان داخل علينا يبقى لازم أكلة فسيخ ورنجة معتبرة. أنا بصراحة النهاردة هعمل معاكم رنجة بس، لأني اوريدي أصلا أكلت فسيخ ورنجة عند ماما، يعني ربنا يديم لمتنا يا رب طول عمرنا كده. المهم النهاردة هعمل معاكم سلطة رنجة. أنا بموت في سلطة الرنجة، أو يعني بصوا عندي استعداد أكلها كل يوم. الرنجة بتكون عندي موجودة في الفريزر، مش بكون جايباها يعني طازة يوم بيومه. فبتكون متجمدة، فأنا بحطها في فرن البوتاجاز تفك شوية. بعد كده بسويها على البوتاجاز. أنا جربت كذا مرة أسويها في الفرن، هي بتطلع حلوة، بس أحيانا بحسها بتنشف مني. فأنا بقيت أحطها تفك بس في الفرن، وبعد كده بطلعها على البوتاجاز تكمل سواها. اثناء ما الرنجة بتفك شوية في الفرن لحد ما تطرى كده، كنت قطعت بصلاية صغيرة وفلفلاية وعصرت ليمونة، يعني او حاطة ليمونة هعصرها مع الرنجة. بحط بصلاية وفلفلاية والليمونة، وبحط شوية طحينة، وبس على كده، مش بزود اي حاجة على سلطة الرنجة. بعد ما خلصت تقطيع السلطة، كانت الرنجة زي ما انتم شايفين كده فكت. فرحت طلعتها بقى على عين البوتاجاز على عين عالية. اول ما تتفتح كده بعرف خلاص ان هي استوت. هي اوريدي مدخنة يعني، بس انا بصراحة اتعودت ان انا لازم اسويها مرة تانية، مش باكلها كده على طول خالص، ما بقبلهاش ابدا غير لما اشويها كده وتتفتح من كل حتة على النار. والرنجة بتستوي طبعا. جبت البطاطس عشان اعملها. حمرنا شويه بطاطس كده حلوين. بصوا شايفين الرنجة ابتدت تتفتح من كل حته، بس انا كنت بدب الشوكه كده في نصها. لقيتها ساقعه شويه، فعشان كده كنت بقلبها لسه يمين وشمال. يعني هي لو في العادي فهي خلاص كده المفروض انها استوت، بس هي عشان كانت متجمده فكانت من جوه ساقعه. فاديت لها شويه وقت زياده على النار. في الوقت ده كان الزيت سخن خلاص. اختبرته لقيته خلاص سخن، فنزلت البطاطس على طول تتحمر لحد ما الرنجة تكون استوت تماما. بصيت عليها لقيتها خلاص الحمد لله استوت من جميع النواحي، وقلبها بقى سخن كده وحلوة. فرحت شلتها بقى من على النار علشان نبتدي مرحلة التفصيص. بصوا انا مش بعرف البس جلافز ولا بعرف، انا ايدي نظيفة. والرنجة خلاص كده كده هي زفرتها بتبان يعني، ففصصت صراحة بايدي يعني. نقلت البطاطس على العين التانية، العين الكبيرة، علشان تستوي بسرعة. وابتديت بقى افصص الرنجة. بصوا انا مهما بطلع من الشوك بلاقيها برضو فيها شوك. انا مش عارفة الناس اللي بتفصصها من غير شوك خالص دي بتطلعها ازاي، فقولوا لي يعني اعمل ايه علشان تطلع من غير شوك. انا بحاول زي ما بشوف في الفيديوهات ان انا اسلك كده في نفس اتجاه الشوك، وان انا اي شوكة بلاقيها بشيلها. بس برضو في الاخر بكتشف ان هي جواها شوك، فانا مش عارفة بصراحة إيه اللي ممكن اعمله. فضلت بقى افصص يمين وشمال زي ما انتم شايفين، هي اتفتحت من كل حتة. فما كانش تفصيصها اسهل حاجة، بس يعني بصوا متعة رهيبة. انا الاكلة دي بعشقها، بموت فيها، ايا كان بقى زفارتها وايا كان ريحة الشقة بتبقى ايه. هننضف وهنشغل بخور والدنيا هتبقى زي الفل، بس اهم حاجة ايه؟ الواحد يتبسط له كده باكلة لذيذة قبل رمضان. وربنا يا رب يعود علينا الايام بخير. وبعد رمضان كمان لازم في العيد احنا لازم اكلة فسيخ ورنجة اول يوم. دي مش بنعمل طواجن سمك بقى ولا حاجة زي ما الناس بتقول. عادي احنا بناكل سمك طول رمضان على فكرة. انا ما بي يعني مش بقطع السمك الحمد لله في رمضان. المهم زي ما انتم شايفين اهو، حاولت افصص يمين وشمال لحد ما ايه طلعت كل كمية اللحم اللي كانت موجودة. وشلت خلاص الجلد والشوك على جنب. ابتدي بعد كده اكمل السلطة. ضفت لها شوية طحينة، كان عندي طحينة خام. وكمان عصرت عليها ليمونة. الليمونة كانت كبيرة على العصارة، فاضطريت اعصرها بايدي عادي، ما تركزوش. آم، لو هتلاحظوا هتشوفوني حطيت البطارخ مع الرنجة كلهم في طبق واحد، مش بفصل كل واحدة فيهم لوحدها يعني. المهم بعد كده قلبتهم تقليبة خفيفة، ما كسرتهاش قوي يعني، خليتها كده معجونة ولا خليتها صحية. بعد كده كانت البطاطس اتحمرت، فطلعتها من الزيت ورشت لها شويه ملح وكمون. جيت بقى لمرحله التقديم. بصوا حطيت في الطبق ده، بعد كده حسيتها كده يعني معموله متكومه فوق بعضها، مش باينه يعني، او الطبق ده مش مناسب ليها. فنقلتها في السيرفيس الاكبر شويه علشان تبقى مفروته كده وباينه حلاوتها. شايفين والله طبق، بصوا يعني في قلبي كده في قلبي. المهم قطعت جنبها بقى شويه بصل عليهم شويه ميه وخل. بصوا عظمه عظمه. انا مش باكل شطه فما حطيتش شطه جنب الاكل، يعني كانت كده الاكله بالنسبه لي اكتملت. وبالف هنا وشفا على قلوبنا وقلوبكم.
وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى، وكل سنة وانتم طيبين، وباي باي.